فيك في عايشك يا الفيديو اللي عزيز. تعمل فيهم. عايشك راني حشيمة، راه تشوفونيش هكاكا راني. لا لا، محليك وهو محليك، المثل تبارك الله عليك. المثل شي يقول لك 7 صنايع والبخت ضايع. هاجر تبارك الله عليها. ضايع برشا. معناها ضايع الضوء الجملة. تو يجيها ضايع جملة. نهار وتمثل. به قبل كل شيء نحب تو نسأل يجيها هاجر نهار. نسأل هاجر يسر. موضوع مهم قبل كل شيء. به هاجر، شنو هي المسلسلات اللي تفرجت فيهم، وشنو هو موقفك اليوم من المسلسلات التونسية؟ تراها تنقل الواقع، تراها فيها اوفر، تراها ما نعرفش يعني ربما ما تعجبكش، فيها مشاهد غير لائقة، فيها حاجات خارجة عن الواقع بتاعنا. شنو موقفك اليوم هاجر بيوم ممثلة مسرحية وصانعة محتوى تونسية، موقفها اليوم من المسلسلات الرمضانية التونسية؟ الحقيقة متاع ربي ما تفرجتش فيهم كل بوغ اتر اونيت، تفرجت كان في الحاجات اللي هكا بلوز او موا شدتني شوية. فما حاجات تفرجت فيهم من الأول ومن بعد ما عادش نحب نتفرج فيهم، معناها ليميت كي يتعداو في التلفزة نقعد نشد تليفوني ولا تلاقي نعمل أي حاجة. يعكسوا الواقع الحقيقة، فما اللي أي فيهم يعكسوا الواقع. وفيهم فما برشا، فما نوعية أخرى من غير ولا نذكر ولا ما اذكر من نذكرش. باب الانتقاد، احنا ننتقد، احنا ماناش نسبوا فيهم، باش به نكونوا واضحين، هذا تنويه، به هذا من باب به أنا الانتقاد. راني نحترم. به أنا نحترم الأعمال الكل، خاطر جو سي سكو سي، نعرف اللي صعيبة، نعرف اللي خدمة، نعرف اللي ناس تعبت، نعرف اللي ناس كتبت، يعني هذاك الكل راني نعرفه وبرافون وللناس الكل على تعبكم وكل. لكن أنا بالنسبة ليا فما مثلا المسلسل اللي تعدى في الحوار، الحقيقة متاع ربي أنا ما راش فيه ينتقد في الواقع. بتاتر ما نعرفش، انا مانيش كاينها خالطه اكزاجيراسيون اللي صارت ديجا حتى عملوا. انا مش خالط في جينيراسيون هذيك، ما نعرفش اسكو موجود ولا ماهوش موجود. اما حتى وكان موجود، انا النقد الوحيد اللي نجم نقوله اللي حتى وكان موجود، الصغار الاخرين اللي ما يعرفوش اللي هو موجود مش لازمهم يعرفوا اللي هو موجود، خاطر هكاك اون باناليز، معناها نبسطوها الهدره لدرجه انها تولي عاديه. معناها مادام موجوده في ديارنا وصغير يتفرج مع امه في حاجه كيما هكاك اللي هو تشوفوا فيه الكل، معناها دروغ ولا الكل ولا شنو، والفساد وهذاك عاديه، والسهريات وطفله تقرا في الليسي تخرج تسهر وتروح ما ساعتين وتروقتيش وامها عادي يعني هذاك به هو موجود في يعني كاتيجوري تعتبره معينه الشاذ ولكن لا يقاس عليه، الشاذ يحفظ ولا يقاس عليه، هذا هو. هل انت مع مقولة ايه، اما علاش اليوم؟ نعموه هذاك، علاش نعموه؟ احنا ماهوش معناه موجود في كل اوكي، الليسيات مش لازم صحيح، وماهوش في فما مش في العائلات كل الكل، المدارس ولا ومش اي الليسيات، ام الناس الكل تصحى. بالطبيعه يعني انت كي هي فما فئه معينه هكاكا في المجتمع، علاش انت تحب تعممها وتردها عادي للصغيرات الكل. يعني الاخرين هل اللي انت ما مع يعيشوش مقولة هكاكا؟ ما ماهمش نضحيوش ب 12 كلهم يعيشوا مليون هكاكا. على 5 من الناس، ما نضحيوش ب 12 مليون على 5 من الناس، هل تساند صحيح. المقولة هذه؟ لا ما نضحيوش، لا مهم. لا بيان سور سيناتها، بيان سور. وعلي معناتها معناتها انت شنو معناها كي تجي انا مثلا بنتي عمرها 14 سنه، ما عندها حتى علاقه تقرا بيلوت وما عندها حتى علاقه بالجو هذاك، وتجي مهم. تتفرج معايا انا في المسلسل هذاك، شنو انا شنو نعمل وقت؟ كيفاش حتى شنو مش نعمل؟ تحكي لها على شنو يحكي المسلسل، هي ما تعرفش يمكن حتى الدروغ شنو. ما تعرفش اصلا، الدروغ ما شنو تعرفش حتى يمكن معناها حتى. دروغ. فوالا هي علاش هي لازمها تعرفوا، علاش تعرف فيه كي تعرفوا ترى فيه في التلفزه، معناها حاجه بنال يظهر موجوده لها حاجة هكا موجوده. عادية. دونك كي تسمعها هي ولا كي تراها ولا تحب تخالط ولا تحب تجرب ولا عادي هكا في التلفزه موجود. تي عليه معناها بريتو رانا عرب ومسلمين، ما نخرجوش من قشرتنا، هو رانا عرب عبارة ومسلمين هو عبارة انت قاعد موجود تنقل في ربي الواقع. معاهم. وهو حتى ربي سبحانه يقول لك ان عصيتم فاستتروا. انت كي هما عاصيين وتزيدوا توريوهمنا وتخرجوهمنا في التلفزه قدام صغارنا ولازم يتفرجوا ويشوفوه هذاك عليه معناها. لكن انا نحب هاجر، حتى كي باش تنقلوا فما شكون يقول لك راهو هذا موجود اليوم في الواقع التونسي، يقول لك هذه حاجات حتى كي هي موجودة. موجودة معاك وكي قاتلك معاك مش للدرجة هي اللي معاك توريوها في رمضان. موجود يا اللي ولدي، الصغار مش علاش يتفرجوا تفزلك بحذا معناها عليه؟ عائلاتهم. به تعرف نعطيكم اكزامبل عباره حاشيكم كعب برقدين فاسده، تحطها في بانيه نتاع برقدين اخر وتخليها باش تفزد البانيه الكل عليه، هي فاسده تداوي الفاسده. هو احنا في تونس ما عندناش حتى سونتر باش يداويو فيه العباد الدروغي والمدمنين، ما عندناش حتى سونتر وين يداويو، ما عندناش. يعني انت اللي باش تزيد تفشي الشيء في المجتمع وتوريه وتدخلوا التلفز والديار التوانسه الكل في برا، صلح انت كعبه في البرقدين فيس دوري في اعكس فما مواضيع اخرى. تو احنا معناها
وفات مشاكلنا في تونس باش نشدوا الدروغ والواحد ودرا شنو والدخان معناتها وفات مشاكلنا كل شيء مريقل. لنا بطاله والاداره التوانسه كلهم منظمه وتمشي كل شيء بونكتويل وما فماش رشوه ولا فما كان دروغ. اي نحكيو على الدروغ يعني نسيبوا الدنيا كل نحكيو على الدروغ. علاش عندك ما تنتقد في تونس؟ هل انت مع مقوله اليوم بعض الناس يقولوا قريت بطبيعه الحال بعض التعليقات يقول لك فما بعض المسلسلات في تونس نجم نختصرها في جمله واحده وهي حاشاكم يعني دبوسه شراب اللي هي الخمر وطفل غير شرعي وكميه من المخدرات. هل انت مع المقوله هذه ولا؟ بالله شفتوا لي صار مثلا في عم ناول اوكي في فلوجه معناها انت تبع بنتك عمرها 17 ولا 16 سنه سهريه وفيها الشراب وفيها ومخلطه وما نعرفش معناها 16 سنه وتروح لك ساكن وثلاثه نتاع الليل وتحكي وديجا على الدروغ بيان مش يصير الشيء اللي صار معناها. اما مش كل حاجه اللي تصير للناس الكل ولا. هل انتم مع اليوم مع مقوله المسلسلات الرمضانيه او بعض المسلسلات الرمضانيه في تونس جمله تختصرها هي عباره على حاشاكم كما قلت شراب طفل غير شرعي وكميه من المخدرات؟ هل انتم مع المقوله هذه ولا؟ اي بعضها اي بعضها اي بعضها اي حتى لا خاطر خاطر تعرف شنو هما يحبوا يعملوا باش يشدوا باللي سوجي تابو المواضيع المسكوت عنها سواديزون انت مسكوت عنها تخليك هيك مردوم انت علاش تحيط فيها معناها باش تولي حاجه عاديه. ما الزواج العرفي معناها فما برشا عباد يقول لك العيب في اللي يتفرج فيهم فما زواج عرفي فما برشا عباد يقول لك اليوم انا بيرسونيلمون نقول لكم حاجه يا جماعه الخير. انا بالنسبه لي ايست منها الشانه هذيك مانيش ممثله معاهم دونك انا باش اللي عندي باش نقول وانا ايست منهم ما تعيطوليش يعطيكم الصحه بارك الله فيكم. بطبيعتي مثلت مره رول معاكم ونكذب حسيلو يعني انا بالنسبه لي وقت اللي نشوف معناها الساعه تجيبوا ما نعرفش انا الكاستين كيفاش تعمل واللي هو ان شاء الله ربي يوفق الجميع عندي انا وان شاء الله تتحللكم بالابواب الكل. اما بالنسبه لي معناها فيلم نتاع خشاش الصغار ولا مسلسل نتاع خشاش الصغار وديستيني واللي يحبوه واللي يتفرجوا فيه اكثريتهم صغار في العمر معناها انا مثلا نتلم مع انا نتلم مع العائله في شقنا الفطر الكلنا معناتها كبار فينا اللي صغار زاده واحنا عائله ما شاء الله. نلقى اللي الكبار الكل ما يغزروش ما يتفرجوش ما ويبداو يحكيوا على شنو والبطاطا والواحد وشكون هم اللي انتريسي الصغار اللي الترانش داج نتاع لي ادوليسون هذوك هما ما بين 18 هذوك هما تلقاهم هكا واسكتوا نسمعوا. اما الاخرين الكبار ما يعني انت شنو معناتها شنو الميساج هو تاثير على الصغار وعنده نسبه تاثير كبيره معناتها بعد شنو اسمعني هي المشكله الكبيره باش يقولوا لك ليه احنا راهو قاعدين نوعيه ونوريوهم شو راهو هذاك خايب راهو الدروك خايب في استفعاله في المجتمع شو انت شوفك معناها المعلومه كل عظيمه والله كان ما قلتليش راني ضعت والله انا والله العظيم كل تعرف الدخان يقتل مش حتى الدروك الدخان يقتل وكي تشوف انت الناس الكل تتكيف بريس البناليز هاجر معناتها بناليز الحاجه. هاجر تو قالت حاجه مهمه جدا توجهت برساله لاحدى القنوات التونسيه قالت لهم ما تناديوليش انا ايست من القناه هذه. هذا سؤالي اليوم هاجر علاه ما نشوفوكش اليوم في المسلسلات الرمضانيه قارئ مسرح نشوفوا في عباد ماهمش قارئين مسرح ماهمش قارئين تمثيل مع كامل احتراماتي للجميع. عندك رقم محترم على الانستغرام نشوفوا في عباد زاد عندهم ارقام ويناديوا فيهم فما عباد ما عندهمش ارقام ولاو تقريبا حسب ملاحظتي انه يركزوا برشا على العباد اللي عندهم ارقام. انت اليوم كممثله مسرحيه علاش ما يناديوكش في المسلسلات الرمضانيه وعندك الحريه التامه باش تتكلم وتنتقد من باب الانتقاد؟ تفضل. باهي انا اولا ساعه ما نمشيش لكاستينغ ظهر لي كل في حياتي كل مشيت 3 ولا 4 كاستينغات كل في حياتي كل معناها اول حاجه ما نسمعش بالكاستينغ. انا انسانه عايشه على روحي اللي هي بدويرتي بصغيراتي نعمل في جوي على ريزو سوسيو نخدم على روحي معناها ما عنديش برشا الخلطه معناها كلي نمشي ونتحرك ومسرح هاني في السينما هاني مانيش قاعده مانيش نخالط برشا فيهم دونك ما نسمعش بالكاستينغ دو
ما نعرفش وين يحطوهم لي كاستينغ باش حتى كان نشوف نجم نتحرك ولا نطلب ولا نمشي. وديما في مخي اللي معناها العباد الريكروتمون كيفاش يصير، خاطر انا ماستيري عملته على الريكروتمون اترافيغ لي ريزو سوسيو، كيفاش معناها ريكروتمون كيفاش فوالا نجيبوا عباد في اي دومين معناها اي دومين بما فيهم بالنسبه لي التمثيل والمسرح والسينما والتلفزه واكسترا. دونك انا بالنسبه لي قاعده نقدم في محتوى على انستغرام وعلى تيك توك والناس قاعده تتفرج. بالنسبه لي اللي راه في بروفيلي انا يناسب غول معين ينادي لي عادي معناها. يا اخي انا بالوقت معناها ديرنييرمون سمعت انت عندك خلينا سمعت اللي لازم انا اللي نمشي. لا فما عباد يناديوهم وزيد ما عندهاش علاقات معناها مع برشا العباد. انستغراميرات وديزانستغراموز يناديوهم هما على خاطر عندهم نسب بون من المتفاعلين معاهم مع سبونسورينغ هذاك. وبالرغم انت انت عندك رقم محترم على منصات التواصل الاجتماعي ومعروفه وتعرف تمثل ومثلت وحكينا فيه في البارتي الاولى كيفاش معناها تبارك الله عليك. علاش ما نشوفوكش في حتى مسلسل؟ هذا جاوبتني عليه خاطر لي كاستينغ، ولكن هو مش شرط، انا ما نعتبروش شرط. ما هو المسلسل اللي لازم فما عباد ما يناديوه به. حاجه الثانيه به انت اليوم علاش يعيطوا لجماعه الانستغرام؟ اي علاش يعيطوا لجماعه الانستغرام؟ هذا مبين الاسد. على خاطر على خاطر يجيبوا سبونسور. انا مثلا عملوا عيطوا لي باش نعمل كرونيكوز في تلفزه معروفه، تلفزه تونسيه معروفه. اللي عيط لي المنتج قال لي انت قداش انت لازمك في الشهر تجيب لنا 2 سبونسور في الشهر اي كل شهر تجيب لنا 2 سبونسور. قلت له انا قداش باش نخلص؟ قال لي اي 2 سبونسور وكل سبونسور معناها واحد باش يعطي ما نعرفش انا 15 مليون، الاخر باش يعطي 20 مليون اكسترا. قلت له انا قداش باش نخلص؟ قال لي انت باش تخلص 2 ملايين في الشهر. معناها انت الفلوس اللي باش تدخلها لهم اكثر من اللي باش تخلصهم. قلت له انا باش نجيب لك قلت له انا باش نجيب لك سبونسور باش تاخذ 40 مليون باش انت تعطيني 2 ملايين. قال لي اي هكاك معناها قال لي وانا زاد عندي خدمه. وقال لي معناها باش يظهروا ظهرت شي في التلفزه وكي ظهرت في التلفزه. هو ماهوش لا غرور لا حتى شيء، لك الحمد يا ربي نقعد عايشه هكا على البوتو تاعي هذايا ونقعد نعمل في منجيه وشيخه ومنجيه على فكره في منجيه تعمل في ارقام ربما اكثر من برشا برامج. بالله لحظه يا عمر باش نقول لك جمله. السيد هذايا شنو قال لي؟ قال لي ليه انا كي باش نجيبك انا باش نعطيك الفرصه انك تظهر في التلفزه. قلت له بابا العزيز التلفزه نتاعك عندي حاشا عينيكم 5 تلافز في الدار، الشيله اللي تحكي عليها انت لعمرها تحطت في حتى تلفزه من تلفز داري. قصف جبهات شنو اللي باش ما يتفرج فيها حد اقسم بالله. قلت له انت معناتها هي تو بدات هكا تطلع يعرفوها على بعد ما يحطوهاش معناها. قلت له انت شنو باش تضيف لي؟ انا باش نضيف لك، انا كي باش نجيب باش نضيف لك، نعرف اللي باش نضيف. ماهيش واحد راه تكبر الحمد لله ما عندي ثقه في روحي. منجيه انت عملت على فكره تعمل في ارقام اكثر من برشا تلفز. منجيه وحدها ريل تعمل فيه رقم اكثر من برشا تلفز، وهذه حقيقه. علاش نكذبوا على بعضنا معناها؟ يعني نشوف الارقام ودخلت عملت بحث بسيط. والله يا عمر رجع نقول لك راهو ساعات يجيبوك يحبوا يقزموك. انت مثلا عمرك ما خرجت في التلفزه حتى وكان معروفه في الانستغرام ولا في التيك توك ولا ما يهموش. هو بالنسبه لي كي باش يحطك في التلفزه باش يفرش لك القاع بالنوار وملا فازك شنو اللي انا في التلفزه. ليه مش هذيك طموحاتي. انا نحب نعمل البلوس، نحب نمثل، نحب نزيد، نحب نوري ايش نجم نعمل. اما ماكش انت راهو غير ما باش تعطيني، خاطر الحمد لله عندي شعبيه ونخرج الناس تصور معايا ويبوسوني ويحبوني ولك الحمد يا ربي معناها على محبه العباد اللي انا كسبتها بالبساطه نتاعي معناها. لاحظت مجرد ملاحظه نختموا بها وهيك اللي حبب الناس دي. للمحور الثاني لاحظت انه يجيك يقول لك تطلع في تلفزه وكانه انت تبحث عن اعتراف. يعني انت هاجر اليوم مش معترفين بها ممثله تطلع في التلفزه هذيك سي بون ولات ممثله وتقيدت عندهم. صحيح ولا لا؟ صحيح. عندك سؤال عبيد خاطر هما انا نشوف برشا عباد. انا مانيش كيما برشا عبادك اللي باش نجي نقول انا خاطر عملت مسرح معناها انا طياره ونمثل مش نورمال. لا مش وهما ما يعرفوش. خاطر انا نؤمن بال دون معناها انت انسان موهوب ولا ماكش موهوب. فما عباد عمرها ما قرات انا موهوبه وما شاء الله عليهم في التلفزه ما شاء الله عليهم في المسلسلات وفي الافلام.
حتى صحيح. فيه عمرهم ما عملوا. اما انا نقراوش نختموا عندك سؤال تحب توجهه عبير ضيفتنا هاجر؟ انا حبيت قبل ما- نسالها لو كان جات مش تمثل السنة في رمضان شو هو المسلسل اللي حبت تمثل فيه؟ فاش شافت روحها؟ فاش شنو هو الرول اللي حبت لو كان هاجر؟ عبير نعطيوها مسلسل. ايش رايك نعطيوها مسلسلات وهي وانا تختار؟ عندي في مخي رول كانت نجم زاد ايش رايك نعطيوها مسلسلات نعملوا معها لعبه بسيطه؟ نعطيوها مسلسلات، نعطيها انا مسلسل وانت مسلسل وهي تختار الشخصيه اللي كانت ترى روحها فيها. به نبداو هاجر. اوكي به فلوجه المسلسل التونسي الشهير، هل تحب تمثل فيه قبل كل شيء؟ ايوه لا، وشنو الشخصيه اللي تحب ترى فيها روح؟ قالت لا ما نمثلش فيه وما مرة في روحي في حد حتى شخصيه الحق، حتى شخصيه. إجابة باب الرزق. باب الرزق تفرجت مع الاسف خاطر ماهوش موجود معناها، واللي بي نتاع تلفزتي ما حبتش تخدم ولي البارح اول حلقه تفرجت فيها ما مازلت ما فهمتوش بالكدا لحد الحلقه الاولى تفرجت فيها معناها الحقيقه محليه المسلسل معناها عجبني انا وحبيت نكمل الحلقه الثانيه يا اخي ما حبيتش تخدم. ونقدم تحيه ما انت حبيت نكمل. نقدم تحيه لاصدقائي الممثلين فيه، جهاد الشارني، قرنقس وبرشا ممثلين. اصحابي كلهم يعطيهم الصحه الحقيقه. باهي عبير عندها مسلسل تحب تقول شنو عبير المسلسل تحب تقول؟ والله مخيبه حكايه المسلسل ما يتعاودش مازال كهو زوز مسلسلات عطيتوني كهو. لا مازال السنه في عبير واحد بواحد باش يقول السنه في عبير. رجوج مسلسل تمنيت نكون موجودة فيه. شنو الرول اللي تراها روحك؟ الحقيقة شنو هي الرول؟ علاش؟ برجولية وبكل صراحة وبكل شفافية. ما نرى في روحي في حتى رول، نرى في روحي في وسط صحابي هذوكم وفي وسط عائلتي هذيك، هذوكم الكلهم أكثريتهم ولاد المسرح وصحابي ونحبهم ياسر وتمنيت نكون معاهم، مش في بلاصة حتى واحد فيهم أما معاهم هما الكل. والله هذاك أنا تمنيت. أنا بالحق باش نسألك سؤال على خاطر أصحابك بالنسبة لي في أعماله الكل، على خاطر أصحابك موجودين ولا على خاطر الكونتينيو؟ خلينا نكونوا واقعيين. برشا باش يسألوا الكونتينيو على خاطر هاني قلت لك عبد الحميد بوشناق من منبري هذا البسيط أنا نقدم له تحية، وراني كل ما نتفرج في عمل من أعماله نزيد ننبهر ما شاء الله عليه. معناتها سي ان ارتيست سي ان كرياتور ما شاء الله معناتها بالحق. انا كي نبدا نتفرج المسلسل الوحيد اللي كي نتفرج فيه اقسم بالله البارح نتفرج في الليل ساعه رقد ولادي ما نجمش نتفرج معايا ولادي ما لازمني نفلت حتى حاجه ونقول ونبدا خايفه لا يوفى المسلسل ما نحبش الحلقه توفى معناها اللي هذه معناتها قليل في حياتي وين صارت لي. مسلسل مانيفيك سور تو لي بلان كو سو سوا الممثلين القصه التصويره محلاها كل شيء ديكور كل شيء حتى على التصويره مانيفيك. انا بالنسبه ليا هذاك المسلسل الوحيد واعمل زاد عبد الحميد بوشناق الكل تمنيت نمثل فيهم كيما نوبه كيما الكل هو المسلسل اللي يعملوا انا نحب نمثل فيه. المسلسل صراحه نحسه يشبه لي نحس تلقى روحك فيه تشوف روحك فيه. هذا هو برشا ديجا مسلسلات مازال ولاد يشبه لي الخدمه نتاعو نحس روحي معناها نحس روح كيفاش نقول لك اي نجم يخرج منها حاجه محلاها بالحق معناها فوالا نحس روحي منهم على كيفاش ما نعرفش المسلسل اللي بعده خاطر كلهم جماعه المسرح اي اولاد الحي في دبي وبيان سور هي نفس الشركه تقريبا اللي باش يعني تنتج مسلسل صديقنا وخونا ولاد الحي في دبي. تمنيت تمشي لدبي ولاد الحي تمثل في احمد نجاوبك على انهم على ولاد الحي في دبي. ولاد الحي في دبي اي مازال الاخر ما تعداش. اي هذاك نتاع خويا وصديقنا احمد الدولسي اللي مثل في انا بصراحه مازلت ما ريتوش مازلت ما تفرجت فيه ولو انه قلت نخلي معناها تو نتفرج في حاجات
وشطر رمضان الثاني ان شاء الله واحد نتفرج في يكمل اللي الاعمال مازال الاخرى، خاطر نعرف، لا على خاطر نعرف في الشهر الثاني نتاع رمضان جينيرالمون فماش يبدا مسلسل. بفهمين. دوك نتعاود اي ما نحبش نخلط برشا حاجات مع بعضهم، ما نفهمش القصه ونضيع وننسى في هذا واحد دخل مسلسل الحدث في هذا وين مسلسل صار. فوالا دوك نقول ديما نقسم، انا نقول خلي شطر رمضان الثاني هاكا نلقى حاجات تفرج فيهم، وشطر الاول تفرج في حاجات. نتصور انه باش يكون ناجح، خاطر احمد ما شاء الله عليه لاندلسي عمره ما ريتلوش اعمال خايبه الحقيقه. لا هو هو ما مسلسل شاء الله عليه محلاه فعلا وطيب مسلسل وكل طلع لي حاجة مسلسل. الحقيقة باش نكونوا واقعيين معناها الحقيقة. نقدم تحية وبالنسبه لخونا مراد الروج، خونا صديقنا مراد خونا مراد الروج، اي تمنيت نمشي معاهم لدبي ونكون هو موجوده ديجا نبر على دبي وبعد اوتوماتيك لازمك تنبر على دبي، نبر على دبي. هاي فماش الواجهات يهزوا لدبي. باش لو جيت انا نفتح لك الميكرو نبر. قدموا نقل له تحيه ريفي، اخونا نقل مراد، نقل عز يهزوا الناس. لدبي. نقدموا له تحيه اخونا مراد من عز الناس، وبالحق من الممثلين الموهوبين، واول دور بطوله ليه اعتقد يعني واخذ فيه مساحته وبالحق يعني ان شاء الله انا متاكد انا باش نتفرج فيه من غير ما خاطر نعرف قدرات مراد في التمثيل الحقيقه. مراد تعب برشا، وما خساره ما كان معناتها ما توفرتوش قبل الحظوظ اللازمه معناها بارابور ما شاء الله للدون اللي عنده معناها تبارك الله عليه. زاد مراد راهو فوالا انا اختيت يتسمى مازال صغير، واحد كيف سفيان الدهش وما جاتوش الخمسينات عرفوا الناس فوالا معناها ما جاتوش الفرصه قبل. الحمد انا فرحت له ياسر مراد اللي اونفا جاتو الفرصه اللي ان شاء الله معناها توري العباد دون اوتر فاسون. ان شاء الله زاد تكون لما لا فرصه باش يكتشفوا مخرجين اخرين ويمثل في مسلسلات كبيره اخرى، خاطر يستحق بالحق. فما ممثلين اليوم باش نحكيها ان شاء الله والله ربما لاول مره مش لاقين حظوظهم، خاصه الممثلين اللي مثلوا في سيت كومات قبل، كيما مثلا الممثله التونسيه القديره كوثر بالحاج، اليوم علاه ما نشوفوهاش في مسلسلات اخرين، خاطر برشا ممثلين اخرين منى نور الدين مثلا ما نشوفوهاش اليوم في يعني اعمال رمضانيه تو. وزاد الممثلين اللي جون اللي كيفك اللي ما لقاوش حظوظهم، معناها تو القدم ماهمش لاقين حظوظهم والجدد ماهمش لاقين حظوظهم. حسب رايك شنو هي الاسباب هاجر؟ قصدك العلاقات ممكن سي كوميرسيال ما نعرفش معناتها يمكن يقول لك هذاك انسان، ما خاطر هو شنو معناها يمسوك كي توفى يطيشوك معناها باش نقولها كيما هي. راه على خاطر انت بالنسبه لهم وجه محروق، لو كنت وجه محروق يزي منك تو العباد تحب الجديد. هذوما الوجوه الجديده هيك انت ما طلعتش مثلا انا هكا او برشا ما طلعوش جدد او هذاك به فلنفترض والله ما يسمعوش بالكاستينغ. عمر اول حاجه ما نسمعش باللي كاستينغ، ثاني حاجه هو ما نتصورش ما فماش مخرجين راتني ما نتصورش. لا فم. علاش ما عيطوليش؟ لا فم انت معروف ما بعرفش تعمل في مشاهدات مهول، يعني تخيل انت تعمل في 200,000 300,000 ما فيهمش مخرج زعمه ولا منتج ما تفرجش. على خاطر انا يمكن ما نعرفش باش ندخلوا عمر في الموضوع. يمكن بروفيلي انا ما يساعدهمش على خاطر عندي ما نعرفش عندي دي برانسيب، عندي حاجات ما نقبلش بها، عندي معناها انا مخرج عيط يقول لي راك باش تمثل الرول هذايا وهاكا البرانسيبال وراك باش تمثل تعمل هكا وهكا وهكا وتلبس هكا وتصوروك في الدوش بالظهر وكل هذوما حاجات انا نرفضهم هذا اللي باش نسالك عليه، هذا اللي باش نسالك عليه، باش نعطيك مجموعه من الادوار. باهي حكينا تاع المسلسل، فماش مسلسل هكا ما زلت تحب راه فيه روح؟ هي توما قالت شنو الرول اللي حبت تمثله؟ قبل ما نمروا عندي اسئله اخرين. شنو المسلسل اللي ترى فيه روحك اخر كان تحب نذكره بعجاله؟ اللي حد الان كان رقوش كهو سوبر تونسي. ممكن سوبر تونسي زاد ممكن سوبر تونسي. نقولها شفتك في دور معناتها تجرب تمثلهم محليهم. خطيبة نجم سوبر تونسي خطيبة سليمان. وعبيد يعني شفتك في الرول هذا ما نعرفش عليه. حتى انا شفت حتى رول اروى بالسعيدية تبارك الله عليها، اروى ما شاء الله. حتى رول اروى كانت نجم بالحق قدو مش نورمال والله كنت صديقي كريم والله صديقي برشا
تبارك الله عليهم والله. قدموا له هو انا تحيه. تفرجت في الفيلم، راه مشيت للفيلم تفرجت فيه، كان فيلم روعة الحقيقة. حتى باهي. أروى على بالحق طول تبارك فيلم الله عليهم. تضحك معناها كلهم ما شاء الله عليهم مهم. الحق. نفسك. نحكي على الفيلم واللقطات اللي تعديوا من الفيلم في وسط السيت كوم، مانيفيك 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 حتى بالحق. لبنى صحيح. به الكلهم محليهم، لا كلهم الحق معناها فيلم نتعداو بالحق ممتاز، عجبني برشا. نتعداو للسؤال اللي بعده، وهي مجموعه من الاسئله. به باش نعطيك شويه ادوار وتعطيني توافق ولا ما توافقش، وبعجاله على خاطر يعني باهي الوقت يداهمنا. به دور بتاع عاش واحده على برشا مدمنه وقت. مخدرات، توافق ولا لا؟ باهي بيان مدمنه على سور. الدراغ، نوافق أي بالحق توافق؟ به نوافق. في عمرك هذا مش بتاع التينيجر الادوليسون. بيان سور بيان سور في عمرك هذا. بيان سور. لا به خاطر انا متشابهه مثلا كيف فلوجه. لا نوافق نوافق عادي. نوافق. انا نمثل ابريتو، انا نمثل معناها في السينما كي تعيط لي على رول هكا باش نقول لك ليه، ما نقولكش ليه. به ادوار معناها اللي عادي حكيت عليهم نمثل، انت، انا نمثل ما ادوار اغراء. اي امنتي خلينا والسيناريو نكونوا معناها. واقعيين. فيلم بالك- تونسي اللي يبدا بلوس 18 برشا فما منهم بالحقيقه، كلموك على دور من الادوار هذه، قالوا لك تجي تمثل، تقبل ولا لا؟ لا ما تقبلش. اكيد لا. دور بتاع مجرم متسلسل اي نقبل قتلت ارواح، نقبل. بالعكس هي توا الرول اللي تعمله العكس ويبدا هكا بتاع كومبوزيسيون وتولي عبده اخرى مش منجيه ومش واحده تضحك، هو اللي مش يصدم معناها كيفاش مش تولي هي مثلا بتاع رعب ولا ما نعرفش تنجم تخرج منها برشا حاجات خاطر اللي يضحك ينجم يعمل برشا حاجات والله معناها شوف خاطر اصعب حاجه الضحك هو اللي يمثل البكاء ولا الدراما صعيب حتى يضحك، واللي يضحك مش صعيب عليه الدموع يكتب معناها الدراما. هذا اللي متفقين فيه. اي في كل شيء مش صعيب عليه اي مهم. خاطر حتى صحيح. وجهك كيفاش يتبدل وكيفاش يتلون تولي اسهل اكثر حتى الدراما ولا رعب ولا معرفش انا اي ولا تراجيديك ولا اي حاجه ايوه ديما تنجم يقولوا تعملها اصعب الرعب. حاجه فعندك كي نقرا في المسرح، اصعب حاجه بيرسوناج تاع الضحك الكلون. تاع أي. الكلون هو اصعب بيرسوناج تنجم تعمل. خاطر أه الضحك صعيب بالحق وقعدت لي اي خاطر باش تضحك صعيب. شفتوا احنا في تونس راهو ضحكتنا صعيبه مثلا تو في الاوروب خاطرنا تعرف شعب ضامر احنا. مارقه ما يضحكوش بالحق ما يضحكوش ماصرين العباد كلها حتى تلقى خاطر خاطر احنا عبير، احنا شعب ضامر، احنا الكلنا نضحكوا، احنا التوانسه كلنا شعب ضامر، كلنا سمباتيك بالحق، كلنا ضحاكه. دوك صعيب باش تضحك مثلا الشعب التونسي باش تضحكوا. تو لي سيت كوم وكل فما برشا فشلوا خاطر بالحق راهو باش تضحكوا باش تحب لك راهو التونسي في حماس يضحك مثلا هوني في في القهوه تركيا يضحك. آه. هوني مثلا في تركيا فما واحد اسمه جميل مصر انا واحده من الناس والله ما يضحكني ما يضحكش بالكل ماصة تتفرج على فيلم ما تفهم حتى شيء لا كيفاش بدا الفيلم لا كيفاش وفا لا شنو هي الحكايه ما فماش حتى شيء مربوط ببعضه وبرشا عباد موتة بالضحك كيما الفرنسيس انا يضرني وساعات تلقى واحد يضحك ما يتفرج فيه حد لو والله تلقاه هاجر يقتل بالحق يقتل بالضحك. هاجر لو نادوك تمثل في تجربة اجتماعية، واحدة متشردة مثلا وتعيش التجربة كما هي، تهبط تخلط العباد هكا، والا ربما واحدة مدمنة تتظاهر بالادمان تمشي لك لحوم تجيب وتخلطهم، والا واحد ما نعرفش حاجة تجربة اجتماعية مريرة، توافق ولا ما توافقش؟ حسيتك هكا تضحك تحب ماذا بيك هكا لو حد بالعكس نحب بالعكس بالحق نحب. انا ياسر قريبه للناس، نحب العباد نحبهم بكل شيء معناها باي باللي كيما نقولوا من واحد فقير ياسر كيما واحد غني ياسر، نحب نخالط جميع الاصناف نتاع العباد ونحب نحكي معهم الكل ونحكي معهم الكل بفرد طريقه، راه كيما نحكي مع واحد قليل كيما نحكي مع اللي كاسب شطر الدنيا، نحكي معهم كل كيف نحب نسمع منهم راه وتتعلم منهم. صحيح. به خلينا ما سمعتكش عمر. قلت لك وحيي فيك هذه النقطة ونختموا على الوقت. به عايش كلمة توجهها للمخرجين التوانسة المنتجين العباد اللي قاعدة تتفرج فيك توا
كلمة يعني توجهها لهم. نقول لهم بالحق لي معناها لا راهو مش فمش كان انا معناها متضرر انت هذايا صوت معناها لبرشا برشا عباد عباد اخرين معناها كيفي. اي فما برشا عباد كيفي معناها بالحق معناها اعملوا شويه معناتها اعملوا شويه ايفور معناها لوجوا على عباد بالحق كي سون دوي. راهو فما برشا ناس بالحق مساكن. انا نعرف عباد صحابي في المسرح عمره ما عمل حتى عمل عنده سنين ربي معناها في المسرح وما شاء الله عليه تشوفوا عسان تقول بالحق ما شاء الله على عليهم. ما عادش يعجب عبير سؤال اخير توجهه لاختنا هاجر وباش نخلي لكم كل حد كلمه الختام وبالطبع باش نوجه كلمه الختام. سؤال اخير لاختنا هاجر بعجاله. والله بسألها ان شاء الله معناها بالحق تولي حتى هي تمشي للكاستينج ان شاء الله يوليوا بالحق يقولوا لها راهو فما مثلا كاستينج على الاقل تمشي كاستينج. هذه امنيه. سؤال والله على خاطر ماذا بيا معناها علاش ما تمثلش على كذا مش سؤال دي امنيه. عبير سؤال بعجاله لاختنا هاجر وباش نختم. والله السؤال نقولها بالحق تو مثلا لو كانت تدخل في دومين تمثيل اسكو تكمل في التيك توك ولا في الانستغرام ولا تسيبهم الزوز صح وتمشي تتوجه للتمثيل ولا للمسرح ما تنسى جمهور السوشيال ميديا. لا انا بوليفالونت ولا سبيسياليتي ولا معناها انا عليهم. لا انا انسانه بوليفالونت نجم نعمل 6000 حاجه فرد وقت دونك نقعد غادي ويا والله كان طلعوا دي ابليكاسيون خير نحل فيهم باش نهبط فيهم بيرسوناج جديد ويا ريت ونمثل ونعملهم كل مع بعضهم ونطيب الفطور ونحي كوش ولدي نعملهم الكل. اي ديجا حتى في الكواليس نحكي معك في التليفون يد في الفطور ويد مع ولدك ويد في التليفون. يعني حقيقه نعطيك الصحه. صعيبه ان شاء الله ربي يعطينا الصحه وكهو. ديما نحب شتو شاتو ان شاء الله. كلمه الختام هاجر. يا سيدي تشرفت بمعرفتكم. محليها لما محليها قاعده مع ولاد بليدي المتغربين ان شاء الله ان شاء الله يا ربي نهار نقابلوا في الخير. ضحكت والله ان شاء الله نهار نقابلكم في الخير ان شاء الله. والله ان شاء الله خاطر بالحق رمضان في تونس ان شاء الله يا رب. والله نتخيل اي انسان يعيش البرا في رمضان ولا عيد. رمضان تونس وحده ما نعرفش كيفاش تفسرها باللي هوني مش ما فماش الريحه نتاع يعني ما زدتش عدد حاجه نكهه اخرى تونس. عبير في رمضان باش تبكي عبير. اي ليه حتى انا زدت شكرا ان شاء الله نشوفكم في الخير يا ربي ويعطيكم الصحه. ميرسي اللي استدعيتوني. شرف كبير ليا اللي حكيت معكم وشفتكم وان شاء الله معرفه طيبه عبير وعايشكم. تشرفت بمعرفتك وانت بالحق والله حقيقه وهذه ليست من باب المجامله تستحق ادوار كبرى في المسلسلات والمسرحيات وعلاش لا. ان شاء الله باش تكون حاضره معنا في برشا برامج اخرين. واترك كلمه الختام لاختنا عبير. ما تحكيناش على الغربه يا عبير معناها لا مش نحكي على الغربه مش نحكي على هاجر ومحليها وما خاف روحها بالحق. والله اون ديكوفيرت اللي يقول لك بالحق عبد شايف والله حاجه جديده معناها محليها ومحلى روحها. حتى كي تحكي معناها ما نعرفكش انا قبل اما تو بالحق يعرفتك والله معناها ذاك تدخل القلب ومحليها وان شاء الله بنشوفوك في ادوار والله محليك. انا شفت الفيديوهات حتى في الانستغرام بالحق تقتل بالضحك بالدموع معناها عبده اخرى تقول مش هاجر تقول وحده اخرى جيت ركبت في وسطك وعبده اخرى عمر عبد. يلا نختم عبير وان شاء الله نكونوا خفيف على الناس اللي استمعتنا. ان شاء الله نكونوا خفيف ظل وان شاء الله تعجبكم الحلقه وان شاء الله نشوفكم في حلقات اخرى. وكل مره مش نحكيو على موضوع مش نقعدوا نحكيو على نفس المواضيع. كل مره موضوع ونجيبوه لازم نجيبوا هاجر ان شاء الله مرمها معنا هاجر باذن الله. ان شاء الله يا رب ان شاء الله نساعدكم ان شاء الله